كما شاهدتم في العنوان، كيف تتجنب موت حسون صيد جديد؟ هذا ما سيكون محور حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لنتعلم أساسيات الحفاظ على الحسون صيد جديد. كما هو معلوم لدى الكثير، فإن الحسون من الطيور الحساسة جدا، فهي تتطلب عناية واهتمام كبير. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحسون صيد جديد يجب وضعه بقفز بهذا الحجم لكي لا يقوم بكسر جناحه. رأيت ما يثبت داخل القفص، والآن سوف نرى كيف تختار الحسون وما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند اختياره. بداية سوف نتعلم الفرق بين الذكر والأنثى من خلال اللون الأحمر. وكما هو معلوم، فعند الذكر يكون اللون الأحمر فوق العين، وعند الأنثى كما تشاهدون في الصورة فهذه أنثى. أما بالنسبة للجناح فيكون لون الجناح من الأعلى أسود عند الذكر، وعند الأنثى أخضر. ويبقى التحقق من البطن، إن كان به عرق أسود هذه الطير لا يصلح للتربية لأنه سيموت عن نقر. كما تلاحظون نأخذه بهذه الوضعية ونقوم بالنفخ على بطنه لكي نتأكد أنه خالي وبطنه نظيفة. ولكي تتأكد أن العصفور ذكر أم أنثى يجب إمساكه بهذه الطريقة كما تلاحظ، والنظر إن كان الجناح أخضر أم أسود. يجب أن يكون أسود بالنسبة للذكر ويميل إلى الأخضر بالنسبة للأنثى. الآن بما أن الطائر لدينا جديد، يجب أن يكون الأكل متنوع وعبارة عن خليط من الحبوب لكي نساعد الحسون على التأقلم مع الوضع الجديد. ريثما نقوم بإنقاص الحبوب شيئا فشيئا حتى نترك حبوب الزوان فقط. يتبقى الآن أن نقوم بتغطية القفص بغطاء بلاستيكي من هذا النوع لكي نحافظ على الحسون ونقوم بتدفئته، لأن الحرارة تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على حياة الحسون. ويجب مراعاة مكان وضع القفص بحيث لا يوجد تيارات هوائية فهي تودي بحياة الحسون. وللإشارة فقط، فهذه الأنثى قمت باقتنائها اليوم من السوق، وثمنها بالمغرب حاليا يتراوح ما بين 15 و 20 درهم بالنسبة للأنثى، أي ما يعادل $1.50 إلى $2. أما بالنسبة للذكر فثمنه بين 50 و 70 درهم، أي ما يعادل $5 إلى $7. أتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.